بصوا يا جماعة، السنة دي مش سنة عادية. دي السنة اللي كل الناس بتخاف منها. كلنا حرفيا اي طالب بيكون داخل تالتة ثانوي بيكون خايف منها. السنة اللي اي حد بيعرف ان انت في تالتة ثانوي بيقولك ربنا يعينك. وانا بصراحة كنت مرعوبة في الاول، بس قلت خلاص. ويا جماعة عادي، ما زلت مرعوبة، بس قلت خلاص يعني مش هخلي الخوف يوقفني. كل يوم بحاول ابدأ وانا عندي طاقة، بس مش دايما بنجح. يعني ساعات بصحى متأخر، وساعات بقعد ابص في الكتاب ومش فاهمة حاجة، وساعات ببقى زهقت من كتر المذاكرة اصلا. بس برجع اقول لنفسي ما هو ده الطريق، محدش قال لي قبل كده ان تالتة ثانوي سهلة اصلا. بس بقيت احب اللحظات وانا بذاكر فيها وانا لوحدي بالليل، الدنيا هادية والقهوة جنبي والمكتب مليان ورق والوان هايلايتر. بحس اني في معركة صغيرة بيني وبين نفسي. كل مرة بكسب فيها شوية تركيز بحس اني انتصرت. وبتيجي لحظات كده بحس ان خلاص مش قادرة، بعيط وبتعب وبقفل الكتاب. بس بعد شوية بفتكر الحلم اللي نفسي اوصله، وبقوم تاني عادي وبقول لا، مش هسيبها تغلبني. بجد يا جماعة، الثانوية العامة دي مش مذاكرة وبس، دي رحلة فيها صبر، فيها دموع، فيها ضحك، فيها ايام بتكوني فاضية مش قادرة، ما عندكيش طاقة، وايام بتحسي نفسك خارقة وتعملي كل اللي وراكي في يوم واحد. وانا اتعلمت اني مش لازم اكون مثالية في تالتة ثانوي خالص. مش لازم اذاكر 10 ساعات في اليوم عشان اكون ناجحة. المهم اذاكر وانا فاهمة وانا مؤمنة بنفسي. وكل مرة ببص على هدفي بفتكر ان التعب ده مش هيروح هدر. ربنا شايفني، وربنا دايما بيكافئ اللي بيتعب بصدق. وانتوا كمان يا جماعة، ربنا شايفكوا وشايف تعبكوا، وشايف قد ايه الواحد بيكون تعبان وبيبكي بعض احيان وكده. فهو مش هيحوش تعبكوا ده خالص، بالعكس بيكون شايف تعب كل واحد. واي حد ليه حلم هيوصل له. وتحط الحلم ده قدامكم انتوا بتذاكروا، لان كتير بتيجي علينا اوقات ملل، مش عايزين نفتح الكتاب، مش عايزين نذاكر، كلنا بتكون نفس الحالة. بس الفرق ان في اللي بيمسك على نفسه شوية ويذاكر، مش شرط يضغط نفسه قوي قوي في قوي. ناس يا جماعة بتقول انت ليه عاملة مجهود كبير كده؟ بس محدش فاهم الاحساس لما تخلصي يومك وانت راضية عن نفسك، لما تكتبي في النوت بوك انك خلصتي كل اللي عليكي. والله الاحساس ده احسن من 1000 لايك على السوشيال ميديا. وانا بصور الفيديو ده مش عشان اقول لكم انا بذاكر 24 ساعة، لا، انا بذاكر زي اي حد. بتعب وبقصر وبقوم تاني يوم عادي. بس نفسي الفيديو ده يكون طاقة لأي حد حاسس انه خلاص زهق، وقع، مش قادر يعمل ايه. عايزه اقولك انه ما توقفش، حتى لو يومك كان باظ خلاص كملي. حتى لو دماغك مش قادرة، راجعي حتى لو صفحة واحدة، بس المهم انك ما تستسلميش. والسنة دي هتبقى بداية، يعني بداية الحلم، بداية لباب جديد، بداية الحياة تانية خالص يا جماعة. وهفضل اقولها دايما، الثانوية العامة مش نهاية العالم. الثانوية العامة دي مجرد بداية الطريق، وانا ناوية امشي للنهاية. لان احنا اخدنا طريق ان احنا دخلنا الثانوية، وكمان احنا في تالتة ثانوي حاليا. فاحنا اخترنا ان احنا ناخد طريق تالتة ثانوي ده. طيب ازاي ناخد طريق تالتة ثانوي؟ ان احنا نذاكر يا جماعة ونعمل اللي علينا، ومهما كسلنا ومرت علينا اوقات ضعف، اوقات فقدان شغف، اوقات انك ما عندكيش اصلا امل في اي حاجة، لا احنا نكمل لان احنا اخترنا الثانوية العامة. ويا جماعة في نص اليوم، اللي هو في نص اليوم كده بحس اني محتاجة اوقف واراجع نفسي، هو انا فعلا ماشية صح ولا بضيع وقتي في حاجات ملهاش لازمة؟ ده احساس يا جماعة بيجيلي حرفيا في نص اليوم، كل يوم في نص اليوم بيجيلي الاحساس ده. ببص كده، اول ما ببص على الورق اللي خلصته او على الملاحظات اللي كتبتها بحس ان فعلا بتقدم، حتى لو بخطوات صغيرة. بس بحس اني انا بعمل مجهود، بس ليه احساس ان انا مش ماشية صح؟ انا حاسة ان انا مش منجزة. ديما موجود دايما، معرفش ليه. يعني انا بقيت مؤمنة ان السر مش في المذاكرة الكتير، السر في الاستمرارية. انك حتى لو يومك وحش تكملي عادي، حتى لو دماغك مش قادرة تعملي اللي تقدري عليه. ساعات ببص حواليا على الناس اللي
بتخرج وتنبسط بقول يا ريتني كنت بعمل زيهم، بس بعدين بضحك وبقول لنفسي هاجي اليوم اللي هنبسط فيه اكتر منهم، بس الفرق اني هنبسط وانا فخورة بنفسي. يعني بمنع نفسي من حاجات مقابل المذاكرة عشان بعدين مندمش على الاوقات اللي انا هضيعها في ان انا اخرج واعمل. مش معنى كده ان احنا مش بنخرج خالص، بس مش معنى كده ان احنا نفضل نخرج بأفورة يا جماعة، فاهمين؟ بس كل ما الوقت بيقرب الضغط بيزيد، بس كمان الإصرار بيزيد. بقيت أتعامل مع التوتر، أي نعم لحد الآن مش بعرف أتحكم في التوتر لما بيجيلي، بس بقينا نتعامل مع الموضوع عادي يا جماعة، ده توتر وهيروح وكده. فبقينا نتعامل معاه. يعني في الأول احنا كنا من أقل توتر كنا بنبقى مش عايزة أقولكم كنا بنبقى ازاي. بقيت أعرف إن مش لازم أبقى تمام عشان أنجح، يعني مش كل حاجة لازم ابقى فيها بيرفكت عشان اكون ناجحة، فاهمين؟ المهم اكمل مهما كنت حاسة بايه، يعني اي احساس اسيبه على جنب واكمل في طريقي في ان انا بذاكر. يعني توتر، ضغط، انا مش حاسة ان انا بذاكر كويس وهكذا، بكمل والله والله بكمل عادي، يعني كأن انا مفيش اي احساس، وفوق ده كله بيكون في الاحساس. وفي لحظات ببص في المراية وبقول انا فخورة بالبنت دي، فخورة اني مكملة رغم كل التعب، رغم كل مرة حسيت ان انا فاشلة و... ورجعت قمت تاني. بقول البنت دي بتكبر وبتتعلم وبتحاول تعمل اللي عليها، وربنا عمره ما بيضيع تعب حد. وعلى قد ما الثانوية العامة دي بتتعب، على قد ما بتعلمنا يعني ايه مسؤولية، يعني ايه نحلم ونخاف ونكمل برضو. يعني الحلم اللي احنا بنحلم بيه خايفين انه ما يتحققش وبرضو بنكمل. انتوا فاهمين يا جماعة؟ على فكرة والله العظيم دي بجد حاجة ضخمة جدا، يعني التفكير نفسه فيها بيكون ضخم وبيجيب توتر وبيجيب ضغط. انا مش مستنية النتيجة بس يا جماعة، انا مستنية اللحظة اللي اقول فيها لنفسي انا ما استسلمتش، انا فعلا عملت اللي اقدر عليه. واخر كلمتين عايزه اقولهم لكل حد بيسمعني: لو حاسه انك تعبانه كملي، لو حاسه انك مش بتذاكري زي الناس كملي. النجاح مش دايما للاذكياء، النجاح للي ما بيوقفش، للي كل يوم بيحاول شويه زياده، واللي بيصدق ان ربنا شايفه ومش هينساه. انا يمكن لسه في النص، بس واثقه ان النهايه هتكون حلوه، لان مفيش تعب بيروح على الفاضي ابدا. وانتوا يا جماعه كده خلوا املكم بربنا كبير بجد يا جماعة. لما تحطوا املكم في ربنا كل حاجة بتتغير، كل القلق بيهدى وكل الخوف بيصغر، لانك بتبقى عارفة انك مش لوحدك، في قوة اكبر منك ماسكة ايدك وبتطمنك طول الطريق. ربنا عمره ما بيضيع تعب حد، حتى لو محدش شايفك او مقدرك هو شايفك، وشايف كل مرة قمت من التعب، وشايف دموعك اللي نزلت وانتي بتحاولي. يمكن مش دايما ربنا بيديك اللي انتي عايزاه دلوقتي، بس صدقيني هيديك الأحسن في الوقت الصح. خليك واثقة ان تأخير ربنا مش نسيان خالص أبدا، ده بيكون ترتيب أحلى بكتير من اللي كنتي بتخططيله. فخلوا أملكم بربنا كبير، خليكم مطمنين ان اللي مكتوب لكم مش هيروح لغيركم، وان اللي راح كان لازم يروح علشان اللي جاي يستاهل. كملوا وتعبوا وذاكروا، بس خلوا في قلبكم يقين انكم هتوصلوا وهتفرحوا وهتشكروا ربنا ساعتها وتقولوا سبحانك يا رب كنت معايا خطوة بخطوة. علشان كده احنا بنقول برضو ان احنا نوكل امرنا كله على ربنا، احنا بنعدي بنفس المرحلة بنفس القلق ونفس الخوف، بس ربنا كبير ومفيش حاجة بتروح حضر. يمكن الفيديو ده يكون سبب بسيط يخلي حد يكمل يومه بابتسامة. خلينا ننشر طاقة الامل دي لاننا كلنا محتاجينها اليومين دول. ومحدش يا جماعة يتشائم لو امتحن من الامتحانات ايا يكن عند المستر مين وجاب مش المجموع اللي كان عايزه او حاطه في هدفه في الامتحان. لا عادي يا جماعة، كملوا عادي وساعدوا ان الفيديو يوصل لكتير، علشان لو حد حاسس انه مش قادر يذاكر او اي حاجة يعرف انه مش لوحده. بس احنا بنصبر نفسنا وبنكمل وبندوس على نفسنا ونفتكر ان في ايام هتيجي هنضحك ان احنا كنا في فترة زي دي. وبس كده يكون الفيديو معانا خلص، وسلام.